معانا في الصورة دي ضحى اللي كانت دايما بتطلع ماسكة شنطة، كانت عارفة ان نهايتها هتبقى في شنطة. ضحى اللي تم استغلالها، واللي مش استغلها وانتفع من وراها طردها من بيته، مع ان المفروض هو اللي يحميها. قبل ما نحكي حكاية ضحى صلوا بينا على النبي. ضحى بنت من الفيوم، عندها 3 اخوات بنات، باباها مش عنده اولاد، ودي كانت نقطة منغصة على ابوها حياته، ازاي يبقى هو ابو البنات. كانت الحكاية دي مزعلة الاب. ضحى عندها تأخر عقلي بالإضافة إلى وساوس، يعني عندها إعاقة ذهنية ونفسية. أم ضحى كانت متفهمة حالتها وراضية باسم ربنا ليها، وبتقول عليها دي بنت بركة، وربنا مالي البيت خير على حس ضحى. كانت بتحب ضحى وبتعاملها كويس، واختها نورة كانت بتحبها وتعاملها كويس. ضحى كان عندها وسواس، كل شوية تقفل الباب وتفتحه، تقفل الباب وتفتحه، وابوها يزعق لها ويضربها. الحنفية مفتوحة، لا ما اقفل الحنفية، تجري على الحنفية، تقفل وتفتح، تقفل وتفتح، خايفة المية تغرق البيت. الوضع ده مش كان عاجب ابوها، ومش راضي على اللي هو فيه، فكان بيضربها، لدرجة ان هي قالت ان كان بيضربها بالمقشة. لحد ما نيجي سنة 2022 بتحصل كارثة في حياة ضحى. الشخص الوحيد اللي فاهمها وببص لها برحمة وباصص ليها إن هي هبة من عند الله، أمها بتموت. لما أمها بتموت بيبقى ما فيش سند لضحى في البيت، حتى اخواتها البنات ال3 مش يعرفوا يدافعوا عنها، لأن لو دافعوا عنها هينضربوا زيها. الأب كل شوية يشتم فيها، يهزق فيها، انت سبب الفقر البيت، انت السبب ان هتوقفي حال اخواتك البنات، اخواتك البنات مش عارفين يتجوزوا بسببك. لحديت ما كان بيجي لها نوبات تقعد تصرخ وتعيط. بس عايزين نأكد ان الضعف العقل اللي عند ضحى مش بيخليها شريرة ولا عنيفة، لا بيقولوا عليها ناس طيبة، يعني حتى في البلد يقولوا عليه ده طيب، أهطل يعني. الأب مش بيكتفي بالذل والإهانة والمعايرة، ده بيقول لها أنت بنت حرام، امشي من هنا وسيبينا. لحد ما يجي الأب في مرة ويقول لضحى أنا جايب لك الشرطة واقفة على أول الشارع عشان تاخدك توديك مستشفى الأمراض العقلية في العباسية. ضحى بتسمع كده بيجي لها نوبة صريخ وهلع وعياط. الأب يقعد يسكت فيها ولإخواتها البنات ما تصرخيش هتلم علينا الناس هتيجي تتفرج علينا. أبوها قال لها خلاص أنا هتصل بالشرطة أخليهم يمشوا. وفعلا أبوها بيعمل نفسه بيتكلم في التليفون وبيكلم الشرطة وبيقول لهم خلاص امشوا من هنا عشان خلاص احنا مش هنوديها مستشفى العباسية. ضحى بتسكت وبتبطل عياط، بس الأب بيسرب لها فكرة، بيقول لها احنا لو صحينا الصبح لا مش لاقيناكي في البيت، الشرطة ولا هتقبض عليكي ولا هتروحي مستشفى العباسية. لحديت ما بيصحوا تاني يوم ما بيلاقوش ضحى، يفرح الأب ويقول أنا خلصت من الكابوس اللي اسمه ضحى ده، خلي النحس يبعد عننا. وفعلا ضحى بتركب القطر من الفيوم للقاهرة، وهي راكبة القطر بتتكلم مع حد من الناس اللي قاعدة جنبها، فواحد بيتكلم معاها ففهم ان هي قدراتها العقلية محدودة. واحد قال لها انا هاخدك تعيشي مع بنتي ومراتي وتعالي اقعدي هنا في محطة مصر. قعدها في محطة مصر وقال لها هاتي رقم تليفون باباكي عشان اطلبك للجواز. طب ما انت متجوز؟ قال خلاص اتجوز يبقى انت التانية. ضحى فرحت ولقيت طوق نجاة ان هي هتلاقي حد يتجوزها، وفي نفس الوقت محافظة على نفسها، وفي نفس الوقت هتخلص من الإهانة والذل اللي أبوها عاملها ليها. فعلا الشخص ده بيتصل على أبو ضحى وبيقول له تعالى، ده ضحى موجودة في محطة مصر. المرة دي الأب بيجي وبيروح يجيب ضحى وياخدها ويرجع البلد في الفيوم. ضحى ترجع للذل والإهانة والمعايرة، بتستحمل، بترجع تهرب تاني، بس المرة دي بتهرب وما بترجعش. لحديت ما هي قاعدة قدام مسجد ولابسة نقاب، فمين اللي بتتعرف عليها؟ سمر نديم اللي كانت عاملة مشروع استثماري زهرة مصر، وبتاخد ضحى معاها عشان تقعدها في الفيلا اللي في بدر اللي هي متأجراها للمشروع بتاعها، وبتفهم ضحى ان هي هتقعد هنا وفي امان. وفعلا ضحى قعدت هناك وكانت في امان، وابتدت سمر نديم تستغل ضحى، هنقول تستغلها وانا قصداها إيه، ده ضحى عايزه حلق، ده ضحى، والناس تبعت لضحى
والناس تبعت لها شنط، لان على طول الوقت محتضنه شنطتها وخايفه عليها. بتطلع سمر نديم في لقاء، لانها سمر نديم طول الوقت بتعمل دعايه للبيت اللي هو زهره مصر مشروعها ده. وبتطلع ضحى في لقاء تتمنى اختها نوره تكلمها وتقول لها وحشتيني يا نوره. باباها بيرفض يكلمها، بتبقى تتمنى تسمع صوته، رافض يتواصل معاها. كلنا شفنا الدار اللي كانت قاعدة فيها ضحى. كانت الناس مش مقصرة، الناس اللي قلوبها طيبة كانت بتبعت هدايا وبتبعت فلوس، وكانت بس لولا الطمع بتاع صاحبة الدار. دايما تنكر الفلوس، دايما ما فيش فلوس تدفع إيجارات، ما فيش فلوس تدفع كهرباء، دايما النزلاء محتاجين، مع ان هي الكل لحديت ما بيتم قفل دار زهرة مصر وبيتم توزيع النزلاء، وبيتصلوا بأهلهم يجوا ياخدوهم. فمن ضمنهم كانت ضحى. اتصلوا بأبوها، أبوها جه خدها. بعد شوية في 31 يناير رجعت تاني ريما لعادتها القديمة. ضحى ما ارتحتش في القعدة مع الأب، ما ارتحتش في القعدة في البلد. يعني أختها كانت بتتكلم بتقول عجبها القعدة بتاعتنا والعهدة على أختها، ولا عجبها عيشتهم. طلعت من الفيوم، طلعت المرة دي مش على القاهرة، راحت على اسكندرية، بتدور على مكان تقعد فيه، فندق تقعد فيه، أي مكان تقعد فيه من برد الشتاء. وهي عمالة تسأل الناس عن فندق أو شقة تقعد فيها. عدت من قابلها واحد من سوهاج شغال في مطعم في اسكندرية. قال لها أنا عندي شقة فين متأجرها، أنت هتنامي في أوضة وأنا هنام في أوضة، وإحنا عارفين إن ضحى طيبة. راحت معاه، هي دخلت نامت، صحيت الصبح كان معاها فلوس 8200 جنيه. صحيت لقيته سارقهم. طبعا فضلت ساكتة لما جه اتخانقت معاه، قالت له انت جايبني تسرقني، وابتدت تصرخ وتزعق، خاف للجيران يسمعوا. المجرم بيشتري شنطة ويقطع ضحى ويحطها في الشنطة على أساس ياخدها في أي حتة يرميها، وهي ضعيفة. وبياخد تاكسي متجه لمنطقة الجمرك، بيشوف كمين، قبل ما يوصل للكمين بيقول للسواق تعالى ندخل من ناحية المزاريطة لأن معاه حتة حشيش. فالسواق بيسمع كلامه وبيدخلوا على المزاريطة، بينزل بالشنطة اللي معاه فبيرميها. يتم اكتشاف الجريمة والقبض على المتهم. طبعا كل اللي شاف ضحى صعبانة عليه. فهي كده ضحى تبقى ضحية مين؟ ضحية أب مرضيش بقضاء الله وقدره واحترم ضعفها، ولا ضحية الفقر، فقر اخواتها، يمكن لو كانت حالتهم المادية كويسة كانوا عرفوا يساعدوها، ولا ضحية الطمع من أول طمع صاحبة الدار اللي استضافتها لحد الطمع المجرم اللي طمع في 8200 جنيه، ولا ضحية الناس كلها اللي مش بترحم بعضها. المفروض الناس لما يبقى في حد مريض تساعده مش تسرقه. وعقابا للمجرم ده عشان ما رحمش ضعفها وسرقها هتكون نهايته الإعدام. دلوقتي عرفتوا السر، هي كانت ماسكة الشنطة ليه على طول حضناها؟ عشان كانت حاسة إن نهايتها هتبقى في شنطة، بس هي مش كانت بتعرف تعبر. ولا هي ضحية مجتمع، لأن ممكن الأب ده ممكن يكونوا في البلد بيعايروه إن عنده بنت مريضة عقلية. ما انتوا عارفين إن في ناس ما بترحمش، وحتى لو بيعايروه ده دي هبة من الله، حد هيعترض على أحكام الله عز وجل؟ الحاجة الغريبة إن أخت ضحى طلعت في لقاء وبتتكلم، بتقول لك أبوها راح شاف الجثة دي اللي هي لقيوها في اسكندرية، وكلنا بنقول عليها ضحى، حتى الشرطة قالت عليها ضحى. الأب قال لك لا دي مش ضحى بنته، ورفض يستلمها. الأب رافض يعمل أي لقاءات أو يظهر. إيه الأب الغريب ده؟ برضو حاجة غريبة. ده حتى لو مش بنتك، لان هو بيقول لها في مره انت بنت حرام، بس الاهالي وهم زعلانين يا ما بيقولوا لعيالهم، وارد يقولوا كلمه زي دي. على العموم ضحى ربنا رحمها من الاستغلال، وهي دي موتتها وده قدرها، فربنا يرحمك يا ضحى. سلام عليكم.